السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم بريوش. ما نحتاجو لا حليب ولا زبده، بيضه واحده غير بالبياض ديالها، كيجي الخليط سائل بلا كريم باتيسير كيف كيبان لكم في الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كباقي الفيديوهات اللي قدمت لكم من قبل، كنعتذر على التاخير. كيف قلنا كيجي ساهل للكوتي. هذا هو الشكل ديالو كيف كيبان لكم. ندوزو للمقادير على بركة الله. كناخدو 2 كيسان ديال الماء دافي، معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، ودائما على حسب الجو ممكن تزيدي شوية حيت هاد البريوش خاصو يخمر مزيان. قبصة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال السنيدة. كنخلطو المكونات، كنزيدو عليهم فاني، ربع كاس ديال الزيت. كيف قلنا كيجي بسيط، مكونات كاينين في كل بيت. معلقة ديال الخل، كنفصلوا البياض على الصفار ديال البيضه. البياض كنستعملوه في العجين، والصفار كندهنوا به البريوش ديالنا ملي كنديروه في المول ديالنا اللي باغي نطيبو. بالنسبه للدقيق كيكون من النوعيه الجيده الخاص بالحلويات. كناخدو 3 كيسان ونص اللي كيخلط لنا هاد المقادير. كيجي البريوش سائل، كنبقاو كنخلطو فيه غير بالفوي بحال الشكل ديال الكيك. كيف قلنا 3 كيسان ونص ديال الفورص كيكون نوعية جيدة. كنبقاو كنطربو فيه مزيان تحت يدينا كيف كيبان لكم، ومن بعد غادي نخليه يختمر تقريبا 20 دقيقة حتى ل25 دقيقة هكا في البانيو اللي انا خلطت فيه. ومن بعد ما كيخمر كنخلطو باش نحيدو منه داك الهواء اللي فيه. دائما نخليوه يخمر مزيان، انا ما خليتوش انا خمر مزيان. خليوه نتومايا حتى ياخذ كيما خمر كيما كيصدق زوين. من بعد ما خمر كنكونوا داهنين المول اللي غادي ندخلو للفران. كنحيدو منه داك الهواء كامل، وكنبداو نهزو يدينا ونكبو الخليط ديالنا في المول. من بعد كنخليوه يخمر واحد 10 دقائق تقريبا في المول، عاد باش كنكون مصايبين لا كريم باتيسير من قبل. مصايباها معاكم في فيديو سابق في القناة ديالي. كنديرو في بوش او لا بلاستيكه اللي متوفر عندكم. بالنسبه للتزيين كيكون طريقه عاديه عشوائيه، كديرها شكل دوائر
وكندهنوه بالصفار ديال البيض كيف عيبان لكم في الفيديو. دردروه بالجنجلان او البافو او اي حاجه متوفره عندكم. كيف قلت لكم خليوه يخمر مزيان الا بغيتوه ينجح لكم هذا البريوش. بالنسبه لا كريم باتيسير، كاس ونص ديال الحليب مع كاس مع معلقه ونص ديال لا كريم باتيسير، معلقه ديال السكر دائما كيبقى حسب الذوق. نعملو فوق البوطه الكل. المره الاولى الحليب بارد مع لا كريم باتيسير وسنيده، كنخلطهم حتى يذوبوا، نحطهم فوق البوطه حتى كتعقد لينا لا كريم. من بعد كنديروا عليهم معلقه ديال الزبده، وكنحتفظوا بها تنستعملوها في البريوش اولا في الحلويات اللي كنستعملوا فيهم لا كريم باتيسير. دابا عندنا بداك الصفار اللي احتفظنا به مع شويه ديال الخل. كنبداو حيت الخليط عندنا على شكل كيك، يعني كنبداو ندهنو بشويه بشويه بهذه الطريقه حتى كنكملوا البريوش اللي عندنا كامل. كنشعلوا الفران على درجه 180 حتى 200 درجه. كنعملوها في الفران حتى كتبدا كتحمر كيف كتبان لكم وكتطلع. كيف قلت لكم الا خليتوها خمرات كتطلع احسن من هذه اللي عتبان لكم في الصوره. دابا بعد ما دهنتها غادي ندير شويه ديال الجنجلان، ومن بعد كيف قلت لكم ملي يسخن الفران غنعملها فيه الطيب كيف غيبان لكم في نهايه الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. جربوها. اللي عجب الفيديو تبارطاجيه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس والاشتراك في القناه اللي باقيين ما تشاركوش فيها، مع لايكاتكم، تعاليقكم، نصائحكم حتى انتقاداتكم مرحبا بها كيف العاده. هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كيبان لك. من بعد غادي ندخلوها الفران بعد ما طابت. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما جبدناها. كيف قلت لكم الا كانت خامره كتطلع اكثر من هكا، تقريبا كتغطي المول. نتمنىكم تجربوها وتتبعوا النصائح اللي عطيتكم باش تنجح لكم 100%. نتمنى كيف قلت لكم هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كباقي الفيديوهات. اللي عجبو الفيديو يبارطاجيه، تفعيل بالجرس، الاشتراك، تعاليقكم، لايكاتكم. في امان الله ورعايته. تسناو فيديو جديد مع شهوات حنان حفيظ ان شاء الله.